نتابع سير عملية الإدلاء بأصوات المصريين في الخارج من أثينا مع عبد الستار بركات مراسلنا، وكذلك من موسكو حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية. أبدأ معك أولا عبد الستار، وكيف تسير عملية إدلاء الناخبين المصريين بأصواتهم لديك في أثينا؟ نعم، أتحدث إليك من أمام السفارة المصرية هنا وسط العاصمة أثينا، اللي بتحتضن اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى ولليوم الثاني على التوالي. فتحت السفارة اليوم من الساعة 9 صباحا، وبالرغم من سوء الأحوال الجوية إلا أن هناك العديد من أبناء الجالية المصرية حرصوا على المشاركة في هذه الانتخابات. عملية التصويت تسير بسهولة ويسر من دون أي مشاكل أو عقبات. هناك تواصل دائم بين أعضاء البعثة الدبلوماسية والهيئة الوطنية للانتخابات، وإن كان هناك أي أشياء يتم حلها بسرعة كبيرة جدا. عموما هنا وعي كبير جدا من قبل أبناء الجالية المصرية للمشاركة في هذه الانتخابات، ويعني الإدلاء بصوتهم في هذا الاستحقاق الدستوري لبناء مصر الحديثة، وأيضا لاختيار النواب الأصلح الذين سوف يمثلوهم في البرلمان المقبل. إليك حسين في موسكو، يعني انقل لنا المشهد الانتخابي لديك. رغم ما أشار إليه زميلنا عبد الستار هو نفسه المشهد هنا في موسكو، لكن ما يختلف عن اليونان هو تدني درجة الحرارة هنا في موسكو وبرودة الطقس بشكل كبير جدا. المشهد هنا في موسكو، لا تزال السفارة المصرية في موسكو تستقبل أبناء الجالية المصرية الذين حضروا من عدد كبير من المدن الروسية، وأيضا الذين يقيمون هنا في موسكو حضروا إلى مبنى السفارة منذ الساعة 9 صباحا بتوقيت العاصمة الروسية. حتى هذه اللحظة عملية الانتخابات لا تزال جارية لغاية الساعة 9 مساء. سوف تغلق السفارة المصرية أبوابها أمام الناخبين المصريين. عدد كبير من أبناء الجالية المصرية شارك في عملية الانتخابات، لا سيما فئة الطلاب الذين يدرسون هنا في الجامعات والمعاهد الروسية. مشاركتهم في هذه الانتخابات وخلال رصدنا لهذه العملية وأيضا اللقاءات التي أجريناها معهم عقب انتهاء عملية التصويت، هم أكدوا على أنهم يشاركون في هذا الاستحقاق الانتخابي كمحطة أساسية من أجل المستقبل الذي يطمحون إليه، وأيضا من أجل تحقيق تطلعاتهم وأيضا آرائهم فيما يخص المرحلة المقبلة، خاصة مع مجلس نواب جديد لمصر، إضافة أيضا إلى أنه من المتوقع أن ترتفع نسبة الناخبين خلال الساعات القليلة المقبلة، أي لغاية الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلي. شكرا لك حسين مشيك مراسلنا من موسكو، كذلك أشكر عبد الستار بركات من أثينا اليونانية. أكدت الهيئة الوطنية